السلام عليكم. جيتكم اليوم بهذه الحلوة السهلة واللي بزاف بنينة، تقدروا تستعملوها في كامل المناسبات تاعكم. تبعوا معايا طريقة التحضير حتى الأخير. عندي هنا 250 غرام زبدة، نزيد لهم 200 غرام شوكولا. هنا الشوكولا تاعي راني رحيتها باش تندمج مع الزبدة نتاعي. مغرفة صغيرة تاع لافاني. نبدا نزيد في الفرينه، هاو الخليط تاعي راهو تمزج مليح. نبدا نزيد له في الفرينه نزيد غير بشويه. هنا نزيد باكي تاع لا لوفير فوقهم اي خميره كيميائيه. هكذا نلم لاباط تاعي. هنا لاباط تاعي راني لميتها وخليتها طريه. نبدا نفتح فيها بهذه الطريقه، نفتحها الاول بيدي ومن بعد نكملها بالحلال. العجينه تاعي خليتها السمك نتاعها حوالي نصف سنتيم هكذا. نكمل نطبع. هنا راني ديرتها في الصينيه وندخلها للفور. هنا راهي طابت وخليتها بردت، وديرت هنا شويه تاع العسل سخنتهم. نبدا نعسل فيها، ما نعسلوهاش كيما نحيوها مباشره باسكو تكون مازالت ما شاداش روحها، لازم نخليوها تبرد. لازم العسل اللي هي اللي تكون سخونه. هنا نرمضها في الكوفريط. انا الكوفريط هنا خيرته بذوق الشوكولا، عندكم الذوق اختياري. نغلفها بالكوفريط هكذا اللي رحيته رقيق. ترحيوه بلا راب نورمال تاع اليد ولا بالروبو. هنا درت كميه من الشوكولا دوبتها ودرتها في هادو ليمون صغار تاع السيليكون باش ندير لا ديكوراسيون من الفوق. انا خيرت هذا الشكل. هنا انا راني نحي في الكوفريط من الفوق غير في الوسط باش يلصق لي هذاك الشكل تاع الشيكولا. هنا راني كملت. ها هي الحلوه تاعي كيما راكم تشوفوا، جات بزاف خفيفه من في الذوق تاعها. الذوق تاعها رائع. هنا درت انا لا ديكوراسيون على زوج اشكال، وحده درتها بالسكر غلاس والاولى درتها بالكوفريط. الان ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تنال الاعجاب تاعكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه، ديروا لايك وخليوا لي الاراء تاعكم في التعليقات، وانتظروني في وصفات